السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده حلويات النهاردة ما بنستغناش عنها بصراحة في رمضان وطول السنة كمان موجودة معانا، وهي البسبوسة المتكرملة. هخليك النهاردة تعمليها في 5 دقايق. أحلى صاج بسبوسة تعمليه بالشكل اللي انت شايفاه ده وبالجمال اللي انت شايفاه ده، وبدون كرملة سكر خالص، لان في كتير جدا من اخواتي وحبايبي بيقولوا لي ان كرملة السكر ساعات بتمرر معاهم وساعات ما بتفلحش معاهم. مثلا النهارده ان شاء الله هنعملها كده بطريقه تكون بسيطه جدا، والسر في معلقه واحده بس هتحطيها تضيفيها هتديلك بسبوسه في منتهى الجمال. هستخدم النهارده سمنه عاديه جدا من البيت، يعني مش هستخدم سمنه بلدي ولا اي حاجه، وهتطلع معاكي بطعم وبريحه السمنه البلدي. تابعي معايا الفيديو النهارده مهم جدا. صدقيني وصفة البسبوسة دي مش هتشوفها في اي قناة تانية الا في قناة كنز في بيتي. دي اول مرة حصري كده ان البسبوسة تتعمل بالطريقة دي. زي ما قلتلك هخليكي النهاردة تحضري اجمل صاج بسبوسة في 5 دقايق بس. هي التسوية بس اللي بتاخد معاكي وقت. شوفي جمال البسبوسة قدامك، لونها تحفة في منتهى الجمال، وبسبوسة كده تتاكل يعني اكبر كمية ممكن تعمليها وتتاكل على طول في دقايق كده وفي ثواني. كمية السكر برضو هنخليها بسيطة جدا، يعني هنحاول على قد ما نقدر نقلل كمية السكر كده، وهنخليها برضو مش يعني اللي هيدوقها مش هيحس ان كمية السكر بتاعتها ضعيفة. تعالي كده نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم وندخل في الفيديو. الفيديو النهارده جميل، يا ريت ما تفوتيش فيه اي حاجه، لان كل خطوه فيها تكه حلوه قوي. تمام. معايا هنا كوبايه الا ربع من الحليب، والمقدار دي لنص كيلو بسبوسه. كوبايه الا ربع حليب، كوبايه الا ربع سمنه. وزي ما قلت لك اي نوع سمنه معاكي هتبقى معاكي في منتهى الجمال. احنا عارفين ان الحلويات الشرقيه بتبقى جميله جدا بالسمنه البلدي، بس النهارده هنستخدم اي نوع سمنه انت بتستخدميه في قلب البيت. وكوبايه سكر. وزي ما قلت لك المقادير ديت لنص كيلو دي بسبوسه. تمام كده المقادير بتاعتنا جهزت على طول، ما كرملتش سكر وما عملتش اي حاجه، وده السر اللي معايا النهارده هيخلي معاكي بسبوسه في منتهى الجمال. تمام. هو ايه السر ده؟ ده العسل الاسمر. العسل الاسمر كده تقدري تاخدي منه معلقه كبيره بمعلقه الاكل، وتقدري تاخدي منه معلقتين. يعني على النص كيلو ممكن تحطي معلقه وممكن تحطي معلقتين، انا هنا هحط معلقتين. احنا عارفين العسل الاسمر، فوائد العسل الاسمر جميله جدا وحلوه قوي ان انت تضيفيها. محدش هيعرف ان انت حاطه عسل اسمر. الكل اللي هياكل البسبوسه هيقول ان انت مكرمله السكر وعاملاها بنفس الطريقه اللي احنا متعودين عليها، بس الطعم هنا تحفه، طعم جميل جدا. جربيها وانا متاكده ان شاء الله ان الطريقه هتعجبك. وفي دقايق كده ما خدتش وقت خالص، حطيت كل اضافاتي كلها فوق بعضها كده زي ما انتم شايفين. هنا علشان اللبن متلج معايا، يعني اللبن كان طالع من التلاجة، السمنه قفشت كده زي ما انتم شايفين كده، جمدت. هناخدها كده على البوتاجاز على نار هاديه جدا. انا بس مش عايزه ان انا اسخن الخليط ولا حاجه، انا عايزه افك الخليط كله وادوب السكر بتاعي كويس جدا. لازما الخطوه دي اساسيه ان انت تدوبي السكر كله. تمام. وفي نفس الوقت السمنه خلاص اختلطت بالمكونات زي ما انتم شايفين كده، الخليط معايا دافي دافي مش سخن. تمام. الخطوه دي اساسيه. هنا معايا نص كيلو دقيق بسبوسه زي ما انتم شايفين، ده سميط البسبوسه. خدت ذره من الملح زي ما انتم شايفين، حاجه كده يعني صغيره جدا مش باينه حتى في الايد. تمام. هبتدي ان انا اقلبها كده في المكونات، ودي مكونات البسبوسه كلها على بعضها. هنا خلاص، هنا بوريكي ان السكر كله دايب، ده في الخليط معايا دافي جدا، دافي مش سخن خالص. تمام. باكد على الخطوه ديت علشان مفيش حد ياخد الخليط كده يغليه على البوتاجاز ويحطه مغلي ويقول ان البسبوسه باظت معاه. الخليط دافي، ايدك متحملاه، دافي زي دمعه العين كده يعني مش سخن. تمام. هبتدي ان انا احطه هنا. الخطوه دي اساسيه وخدي بالك منها، البسبوسه ما بتتقلبش كتير يا جماعه. البسبوسه زي ما انتم شايفين انا الخطوه هنا سايباها لك كده، يعني خدي بالك ان انا بس بخلط المكونات كلها ببعضها كده، في هي هتشرب معايا السوائل كلها، وفي نفس الوقت ما بقلبش فيها كتير. مجرد ان هي تختفي كده في السوائل خلاص هوقف على طول. تمام. زي ما انتم شايفين بجيب من تحت لفوق كده على الخفيف خالص، يا دوبك اول ما احس كده ان خلاص دي البسبوسه كله كده اتشرب السوائل، هبتدي ان انا خلاص يبقى معايا صاج دهناه دهنه سمنه كويسه جدا. وهبتدي ان انا افضي الخليط بتاعي. خلاص هنا كده بقولك خلاص ما تقلبيش اكتر من كده، اوعي تقلبي اكتر من كده علشان البسبوسه ما تعضمش معاكي. معايا هنا الصاج بقى صاج صينيه المتاحه عندك. هنا حجم الصاج للنص كيلو
على حسب انت حباها ايه السمك بتاعها. في ناس بتحب ان البسبوسه تبقى عاليه، وفي ناس بتحبها تبقى رقيقه، براحتك هنا، وده حاجه ترجع لك انت. تمام. انا دهنه الصاج بتاعي زي ما قلت لك دهنه سمنه كويسه، وده سمنه برضو عاديه مش سمنه بلدي. تمام. وابتدي ان انا افرد الخليط بتاع البسبوسه زي ما انتم شايفين. من اسهل انواع البسبوسه ومن اجمل واطعم انواع البسبوسه اللي ممكن تستخدميها. يعني بجد بجد هتعتمد الوصفة على طول في أي مناسبة عندك. هتعتمد الوصفة، وصفة البسبوسة السريعة، بسبوسة كده بالعسل الأسمر، تحفة. محدش زي ما قلتلك هيكتشف إن فيها عسل أسمر خالص، والكل هيقول عليكي إن انت مكرملة السكر الكرملة اللي طعمها حلو، مش ممررة معاكي خالص. وفي دقايق ما خدتش وقت في كرملة سكر، في دقايق كده كنت مجهزة أجمل صاج بسبوسة زي ما انتم شايفين. هتفردي بقى الخليط بتاعك زي ما انتم شايفين كده. هبتدي افرده كله، وهي بتتسوى معاكي بسهوله جدا، حلو قوي وفي منتهى الجمال. هاخد بقى الصاج بتاعي ده كده اهبده هبدتين كده، مش ههبده طبعا على الرخامه، هبده كده هبدتين على الارض، وابتدي ان انا اوريلك بيتسوى ازاي. بيبقى شكله جميل جدا وفي منتهى الجمال. تمام. جربيها، انا متاكده بجد ان هي تعجبك. لو وصلت معايا لغايه هنا كده ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. بنعمل فيديوهات تكون بسيطه وخفيفه وعلى قد الايد. دلوقتي اسعار البسبوسه بقت عاليه جدا، انت تقدري تعملي اجمل صاج بسبوسه في دقايق وبامكانيات بسيطه جدا، بالامكانيات بتاعتنا كلنا. تمام. خدت الصاج زي ما انا قلت لك، هبته كده هبدتين، اتسوى معايا بسهوله جدا، ما بياخدش وقت معاكي. وبتبتدي ان انت تقطعيه التقطيع اللي انت حباها، كبيره صغيره براحتك. التقطيعة بتفضل رسمتها زي ما هي بالظبط، يعني شوفي دلوقتي. واول ما هطلع الصاج من الفرن هتلاقي نفس التقطيعة متقطعة معاكي، بس بتعيدي عليها بس بالسكينة وبتبقى معاكي كويسة جدا. هبتدي ان انا اقطع في الوقت ده. حابة ان انت تزيني الصاج بتاعك، البسبوسة بتاعتك زينيها. حابة تحطي عليها مكسرات، فول سوداني، اللي انت حابة تحطيه. تمام. انا اولادي كانوا عايزينها سادة، مش عايزين عليها مكسرات خالص، بس جم كمان في الاخر كده وطلبوا مني تزيين كده خفيف بالشوكولاتة. فكان في الوقت ده مش متاح معايا شوكولاته كتير، الا إيه مكعب من كل نوع، ابيض واسمر، الشوكولاته الغامقه. وبدات ان انا اعمل تزيين برضو خفيف، ادانا برضو شكل جمالي حلو. يعني التزيين ده يرجع لك انت براحتك انت، حابه تحط عليها مكسرات، حابه تحط عليها سوداني، براحتك بقى. طيب هنا التسويه، انا في الوقت اللي اول ما ابتديت فيها البسبوسه كنت مولعه الفرن بتاعي، لان ما بتاخدش معاكي وقت. يعني احنا بتاخد معانا وقت عشان التصوير، بس لو انت بتعمليها فمش هتاخد معاكي وقت خالص. تمام. تعالي بقى نشوف هنا. هنا بعمل الشربات بتاعي، بجهز الشربات بتاعي. بس تعالي كده نشوف احنا عملنا ايه مع بعض في تسوية البسبوسة. تزويت. قبل ما ندخل بقى في تسوية البسبوسة، نشوف الشربات بتاعنا اللي لو عملتيه بنفس الطريقة صدقيني مش هيسكر منك نهائي. خدت كوباية سكر، عليها كوباية ونص مية، عليها ذرة ملح ليمون كده زي ما انتم شايفين على طرف المعلقة، على الفانيليا، وما حطيتش المعلقة خالص ورفعتها على النار. اول ما هتغلي معايا هتعدي 5 دقايق وهتطفي عليها على طول. ما بتاخدش وقت معاكي. شربة البسبوسة كلنا عارفينه ان هو بيبقى خفيف. طب هنا المقدار المظبوط للنص كيلو، كوبايه ونص سكر. احنا مقللين نص كوبايه، وصدقيني سكرها هيبقى معاكي في منتهى الجمال. تعالي بقى نشوف تسوية البسبوسة كده، ونشوف من نجاح البسبوسة معاكي في الخطوة دي بالذات. معايا البسبوسة سخنة ومعايا الشربات سخن، وشوفي البسبوسه من جمالها وحلاوتها، شوفي بتشرب معاكي الشربات على طول. وده خطوه اساسيه في نجاح البسبوسه. طيب تسويه البسبوسه خدت مني قد ايه وقت في الفرن؟ خدت مني ساعه كامله. ساعه كامله وما نشفتش منك، طالعه جميله وفي منتهى الجمال، طريه وحلوه، وبتقدري ان انت تقطعيها. وكمان البسبوسه لما بتبات معاكي لتاني يوم بتبقى اجمل واجمل. بس صدقيني البسبوسه دي في منتهى الجمال. هتقدري ان انت تقطعيها يا دوبك تقعد ساعة بس تهدى، وتقدري ان انت تقطعيها كويس جدا، تتقطع معاكي ناعمة وحلوة وطرية وفي منتهى الجمال. تمام. يعني حاجة كده مش ناشفة ومش معضمة، وطعمها تحفة. وهنا طعمها الكل هيقولك حاطة فيها سمنة بلدي، طعمها جميل جدا وحلو قوي. طيب خدت مني ساعة. هنا على حسب الفرن، يعني ممكن تلون منها لنفسها كده في وانت مولعة بس الفرن من تحت. طيب حطيتها على الشبكة في الوسط، وفي نص كده الفرن.
خدت معايا التسويه التمام. تعرفي منين لو ما لونتش معاكي؟ هتاخد كده الجنوب بتاعتها هتلون معاكي، هتعرفي ان هي خدت ارضيه في منتهى الجمال، لون حلو. هتبتدي تولعي لها الشوايه كده في اخر 5 دقايق، وتخلي بالك منها لانها بتلون بسرعه. لو ما خدتش معاكي لون منها لنفسها، يعني ممكن تاخد معاكي لون من غير ما تولعي لها الشوايه خالص، تمام. ممكن تاخد منك اقل من ساعه، على حسب زي ما قلت لك، على حسب الفرن عندك. وزي ما قلت لك هنا انت تقدري تشكليها التشكيل اللي انت حباه. انا خدت مكعب شوكولاته، حطيته كده في الكيس في شويه ميه دافيين سخنين، بدأ يفك معايا، بس هو كان لسه يا دوبك ما فكش قوي. ماشي. وبحاجه بسيطه بنقطتين كده من الزيت، لان ده مكعب واحد، تمام. هتقدري ان انت تزيني بيها كده تزيين عشوائي كده، حاجات يعني بسيطه جدا، تزيين بسيط جدا، وبيطلع معاكي شكل في منتهى الجمال. تقدري ان انت بمكعب شوكولاته ابيض او مكعب شوكولاته غامق براحتك. تقدري ان انت كمان ترش عليها مكسرات زي ما قلت لك، ده قبل ما تدخل الفرن. التزيين ده براحتك. كانوا اولادي عايزينها بالشوكولاته، وكانوا عايزينها كلها يعني غرقانه شوكولاته. في حاله ان انت تبتدي تغطي البسبوسه بالشوكولاته، هتقللي نسبه السكر معاكي، هتقللي نسبة السكر، نسبة الشربات، يعني هتخليها نص كوباية. حلوة قوي، لان هو الشوكولاتة بتبقى طعمها مسكر قوي، فعلشان سكرها ما يزيدش معاكي، تمام. هي كانت في الوقت ده في منتهى الجمال، سكرها مظبوط جدا، حلو قوي. وزي ما انتم شايفين قوامها جميل جدا، في منتهى الجمال. آه، يعني من اجمل الطرق اللي انت هتجربيها وهتعتمديها. طريقة خفيفة، طريقة بسيطة جدا، امكانيات كمان بسيطة جدا. هتطلعي معاكي صاج حجمه كويس جدا من البسبوسة بالشكل ده، بنص كيلو بس بسبوسة وشوية اضافات من قلب البيت. هتعملي بسبوسة متكرملة كلها واخدة لون موحد زي ما انت شايفة. وهوريكي كمان ارضيتها، الارضية واخدة لون جميل جدا، ارضية البسبوسة واخدة لون حلو قوي. سمك البسبوسه وارتفاعها هنا يرجع لك انت، زي ما احنا متفقين ان دي حاجات احنا بقى على حسب انت بتحبيها رقيقه، بتحبيها سميكه شويه، عاليه شويه، مفيش مشكله. شوفي لونها تحفه جميله، واخده اللون كله من فوق ومن تحت من قلبها، يعني ما فيهاش حته كده فاتحه، كلها واخده نفس اللون بالشكل ده. تخيلي بقى الثلاث اطباق دولت لو بتشتريهم من بره هتشتريهم بكام؟ انت هتعمليهم بامكانيات بسيطه جدا، يا دوبك كل اللي هتكلفيه حاجه بسيطه جدا، هتطلعي منك الجمال الحلو اللي قدامك ده. بسبوسه هتسميها بقى زي ما انت حابه، بالعسل الاسمر. هي اساسا يعني بسبوسه هتتسمى بسبوسه مكرمله زي ما احنا عارفينها، لان العسل الاسمر خفف عليا بس وقت الكرمله بتاعه السكر، بس هي نفس النتيجه بنفس الطعم، هتطلعي الجمال اللي قدامك ده. اتمنى الفيديو يعجبك، واتمنى كده ان طريقه كمان تجربها وتعجبك وتكون سهلت عليك الامور. ولو البسبوسه بتبوظ منك، صدقيني الطريقه دي مش هتبوظ منك نهائي، طريقه جميله جدا. واشوفك في رعايه الله وفي حفظه في امانه، ويا رب الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم.